السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم الممنوع من العرض. الفيلم ده يا جماعة هيأكد لنا حاجة مهمة جدا أنا قلتها قبل كده، وأرجو إن الكلام ده كله يتسجل. ليلى فوزي من أجدع وأنظف الممثلات، يعني لم تقبل إنها تكون جاسوسة أو وسيط أو يتلعب بيها، أو أنتوا فاهمين قصدي إيه. لذلك محوا تاريخها كله وجابوا لنا فيلم بتاع ايه، اللي كانت بتغني مع اسمه ايه ده، مع محمد فوزي. بس ده اللي نعرفه، لكن ليلى فوزي تاريخها كبير جدا جدا جدا. تاريخها ده اتمحى عن طريق مين؟ الجهاز اللي قلت لكم عليه ده. ليه؟ كان في شخص معين كان ناوي عليها، يعني بمعنى صح كده قوي فتحتها، فمسح لها. بص، بهدلها. كميه افلام للفنانه الكبيره دي، انا بقول من اجمل الممثلات يعني في مصر كلها. بجد والله، في تاريخ السينما دي جميل فعلا. فيرجينيا هي دي جميله الجميلات، ما يتقالش عليها اكتر من كده. الفيلم ده يا جماعه عن بيدور عن ايه يعني، يعني الغش في الاعمال والعمارات والاساس والكلام من ده. احمد مظهر شغال يعني باشراف على العمليات دي. هيفاجأ في اول الفيلم ان في يعني في مدى سوعية هو هيروح يشهد بالحق، وهيعلوا منصبه وايه، وهيديله شغل ايه جديد. هيجي يمسك عمليه من هنا لهنا. هو مراته لبنى عبد العزيز. المقاول عايز يعني يسرق في المونه وكلام من ده، مش هيرضى. هيوصلوه بمين؟ لبنى ليلى فوزي هتقابله في الطريق، الكاوتش مش عارف ايه، هيصلح لها العربيه، تقوم هي حاطه ايه الظرف في فلوس، وهيتهموه برشوه، وفعلا هيتحكم عليه ب7 سنين. مين بقى مين بقى صديق عمر؟ اللي هو مين؟ عمر الحريري. كان معاه في حاجه من اتنين. عمر الحريري طلع هو متدبس مع المقاول، يا هو يخش السجن يا هي تخش السجن. في الاخر اتجمعوا هما الاثنين، وسمع من ليلى فوزي طبعا الحكايه كلها، وعرف ايه مين ان يعني عز اصدقائه وعز الناس ليه. هو عمر عرف ان هو اللي ايه اللي عمل العمله ديت بالاشتراك مع المقاول، وحطوا له، هم اللي حطوا له رشوه. فيلم يعني مش عارف اتمنع ليه او اتمسح ليه او عملوا كده ليه. ان دل على شيء، في ان فعلا ان انا نظريتي صح. اقسم بالله دي نظريه صح. الست او الفنانه اللي ما عجبتش او ما جاتش على الحجر، خلاص امسحوا تاريخها. فعلا دي فنانه كبيره جدا جدا جدا، لازم يتعمل لها، يتعرض لها كل الافلام دي. لا، افلام كتير جدا جدا والله. انا قلت كده من زمان. اصلا ما ينفعش تديني لقب الفنان القدير فلان الفلاني. يعني انت تسمع الفنان القدير صلاح السعداني، طب بعد بقى ايه صلاح السعداني الفنان القدير؟ هو انا شفت له افلام دلوقتي، شفنا له افلام بقى كانت بطوله وكلام من ده. لا يعني انت تمحي التاريخ كله وتضحك علينا وتقول له فنان قدير دلوقتي؟ طب احنا شفنا قدير بأمارة ايه قدير؟ بأمارة ايه يا جماعه؟ البتاعه دي كانت شغاله على الكيف. والله بجد انا عجباني الممثل ده. نزل افلامه كل يوم. مش عاجبني، هاته من جدره وامسح تاريخه كله. يا جدعان ده كلام. كانت فعلا ماشيه ميغا، يعني ميغا والله. انا يعني الواحد سعيد جدا جدا انه شاف عارف الكلام ده، بس عرفناه على كبر يعني. آه، بجد انا يعني يعني على قدر ان انا سعيد بان انا عرفت الحاجات دي، او الحاجات دي يعني عايز اعرف الناس كلها والله ان احنا كانوا متساقين. كنا متساقين، يمين يمين شمال شمال. البس في الحيط هتلبس في الحيط. فيلم كويس، ارجو انه يعجبكم. وبصوا على الاداء اللي فيه، وبصوا على الحركات اللي فيه. يعني لبنى عبد العزيز قايمه بدور صغير في ايه، في كده يعني مراته وبتاع، وهي اللي هتشوف البنت ليلى فوزي بعد كده، وتقول لعمر الحقيقي، عمر الحقيقي يضحك عليها ويقول لها لا ده ما فيش حاجه ملهاش علاقه. هيحاول يعني يطلعها بره يعني، الى ان ايه يظهر احمد مظهر بقى، وهيهرب من السجن وايه، ويثبت براءته. هتكون صدمه كبيره بالنسبه له يعني. ارجو ان الفيلم يعجبكم. هو فيلم جميل جدا جدا والله، ومنه لله اللي عمل فينا العمايل ديت، وخليناش ايه نشوف يعني
الحاجات الحلوه دي بجد والله منه لله، يعني شخصيه قذره فعلا. كنت مع تامر ابو المعاطي والممنوع من العرض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم جدا جدا، في انتظار ارائكم، تعليقاتكم والشير وارجو ان اكون دائما عند حسن الظن. وشكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.